أما السؤال الثاني الذي وردنا من الأخ جزاه الله خيرا، هو ما حكم العنصر السني الذي يقاتل تحت راية بشار الأسد؟ فهذا كذلك كنا ولا نزال نقول بأن المسلم لا يكفر بوقوفه في صف الكفار، وهو من الموالاة العملية التي تفتقر إلى القدر الزائد القلبي. وقد يعني علم الناس أن أهل السنة يقسمون الموالاة إلى قسمين: موالاة تامة وموالاة عملية. فالموالاة التامة هو أن يوالي الكفار، ويعني أن يشتمل هذه الموالاة على حب لأجل دينهم، على حب قلبي لأجل دينهم. أما الحب الدنيوي فهذا من الكفر دون كفر، كما قال شيخ الإسلام تيمية. وأما الموالاة التامة الكفرية المكفرة هي التي تشتمل على الحب القلبي، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: قال: أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض. فيعني عندما كان يتكلم عن بغض الرافضة للصحابة رضي الله عنهم، فأصل الموالاة الحب، أن تحب الكفار لأجل دينهم وأن تناصرهم لأجل دينهم، فهذه الموالاة المكفرة. أما ما دون ذلك فليس بمكفر ولو وقف في صفهم. وكذلك لنا في ذلك رسالة ذكرنا فيها الأدلة وأقوال أهل العلم فيها، وأن العباس بن عبد المطلب شارك في غزوة بدر، وكان يقاتل تحت راية أبي جهل التي تعتبر أعظم راية كفرية، ويقاتل أعظم راية إيمانية، راية النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أسر قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إني مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، إن تكن مسلما كما تقول فالله يجزيك، أما ظاهرك فكان علينا، فافتدي نفسك وابني أخويك. فهذا الحديث نص في هذا الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر العباس بن عبد المطلب لقتاله تحت راية أبي جهل. والعباس كان قد أسلم قبل غزوة بدر بسنتين، ولما أثبت إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله إني مسلم. قال الله له النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، إن تكن مسلما كما تقول فالله يجزيك. فسؤالنا: إذا كان العباس بن عبد المطلب وقع في ناقض من نواقض الإسلام، فكيف ينفعه إسلامه ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تكن مسلما كما تقول فالله يجزيك؟ على ماذا يجزيه إذا كان قد كفر بنفس الفعل؟ فهذا الحديث دليل واضح على أن الفعل هنا في يعني المقاتلة تحت راية الكفار من أجل الدنيا ومن أجل العصبية ونحو ذلك، فليس هذا من الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، ومنها كذلك قصة سهيل بن بيضاء عندما أسر وشهد له عبد الله بن مسعود بالإسلام، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدون فداء، كما ورد في سنن الترمذي من حديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. وأهل العلم يصححون رواية عبد الله أبي عبيدة عن أبيه، يصححون روايته عنه، وهذا منها. وبعض العلماء ضعف هذه الرواية، هذا السند، من أجل الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه. والصواب والله أعلم ما عليه المحققون من العلماء أن روايته عن أبيه صحيحة، يعني من باب الوجادة، لأنه كان يروي عن أبيه. فالخلاصة أن المسلمين الذين شاركوا المشركين في غزوة بدر ما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كثيرين، ومنهم يعني قاتلوا، كانوا مسلمين في مكة وقاتلوا تحت راية أبي جهل ولم يكفروا. ولذلك بوب لحديث سهيل بن بيضاء مجد الدين ابن تيمية في كتابه منتخى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، قال: باب الأسير يؤسر ويدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد. ثم ساق حديث ابن مسعود هذا، وعقب عليه الشوكاني بأنه يعني تكفي بذلك شهادة الواحد ولو لم يدعي الإسلام، فإن عبد الله بن مسعود شهد له دون أن يدعي سهيل بن بيضاء الإسلام. فيعني أنفذ النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ابن مسعود فيه وأطلقه بدون فداء.
فهذا كذلك يدل على أنهم لم يقعوا بناقض من نواقض الإسلام. ولو كان ناقضا من نواقض الإسلام لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال للمستهزئين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقال عكس ذلك، قال: الله أعلم بإسلامك، إن تكن مسلما كما تقول فالله يجزيك. وفي بعض الروايات أن العباس بن عبد المطلب وردت يعني أن قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت في العباس بن عبد المطلب: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. فما هو الخير الذي يعلمه في قلوبهم؟ يعني الإسلام، فإنهم مسلمون. وهذا يدل على أن هذا الفعل الظاهر غير مستلزم لكفر القلب، ولو كان مستلزما لكفر القلب لما بقي في قلبه شيء من الخير، كما يعني قال شيخ الإسلام تيمية: فإن المكفر الظاهر قولا وفعلا مستلزم لكفر القلب حتما، ولا يمكن أن يوجد شيء من الإيمان القلبي إذا وقع الإنسان بناقض ظاهر قولا وفعلا. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وكثير ممن تكلموا في هذا الباب لم يتقنوا هذه المسألة ولم يخرجوها على أصول أهل السنة، فوقعوا في خلط وخبط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن والزلل. وكذلك أذكر أخيرا أن لنا رسالة في هذا الباب هي بينا فيها المناط المكفر في قضية الولاء والبراء، وأن المسألة قلبية اعتقادية، وليس الفعل الظاهر مستلزما لما في القلب، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله